يوم الجمعة نزلنا علشان اطلعه بعد البيانات اللي قالها مرسي. قالوا ان انا موافقة وفرحانة ان كأن ابني رجع في الدنيا تاني. ازاي فرحانة على ايه؟ ما هو الكلام ده قاله لي يوم ما انا رحت القصر وقابلته، قال نفس الكلام ده. قال على طول لازم اول حاجة، قلت له اول حاجة تبص لاهالي الشهداء وترجع حقهم وتعيد المحاكمات، والمصابين تعالجهم، والمعتقلين تطلعهم، مش عايزة حاجة تانية غير دول. فقال لي ده من اول ما تطلعي هنعمل كل ده. عمل ايه؟ ما عملش حاجة. طلع اللي هم الاخوان الممسوكة في السجون، طلعها. ما طلعش العيال اللي هم ممسوكين في الثورة لغاية دلوقتي موجودين. عمل ايه؟ يعوض صبرهم بخير. ده هو بيقول بنفسه اللي تعذب ما يعذبش، ولا هو عايز يبقى جلاد زي ما اتجلد؟ ما ينفعش. لازم يبقى حنين على شعبه، خصوصا الغلابة. العيال اللي ماسكينهم كلهم 14 سنة و15 سنة، دول يعرفوا ايه لما يتخنقوا بالغاز؟ والغاز ده عاملينه ليه اصلا؟ دلوقتي كام حزب كانوا متفرقين اتلموا ورافضين طبعا. ما فيش حد يرضى بان مصر دي كبيرة جدا عليه، ما يقدرش هو واحد بس اللي يستحملها او يحكمها، ما ينفعش. فهو مدخل في وسط الكلام المعاشات والتعويضات للشهداء والمصابين وكده. ده كل ده كلام مش هيحصل. الناس بتقول احنا ليه ما بنديلوش فرصة؟ فين الفرصة؟ مش هو اللي قال 100 يوم؟ الفرصة دي فين؟ هو اللي قالها لنفسه، محدش طلب منه المدة دي. هو اللي قال انا في 100 يوم هغير. ما غيرش. الجعان جاع اكتر، والغلابة غلبانة اكتر، والمصابين دخلوا ضربوهم في المستشفيات، ضربوهم. وسايبنا بيقول علينا سوس وصراصير. في حد يقول مين اللي نجحه؟ مين اللي وصله للكرسي؟ دماء عيالنا والناس اللي انتخبت. لكن انا كنت مقاطعه وقلتها له في وشه، احنا مقاطعين، مش هننتخب حد، لا ده ولا ده، ولا ده ينفعني ولا ده ينفعني. بس مش معنى ان هو اخذ الاصوات كل الخمسه ال51 والناس وقفت جنبه غصب عنهم، لانهم مش عايزين يرجعوا للنظام القديم، فاختاروه وحطوا اصواتهم غصب عنهم، مش عشان حاجه. لكن مش معنى كده ان انت بعد ما تفتح صدرك في الميدان وتقول انا شهداء دم الشهيد في رقبتي، يقوم بعد كده سامع ان الارض كلها دم ومش مطلع حد يقول وقفوا الدم ده. الداخليه مش تقدر توقف كل ده بامره؟ ولا مش هو رئيس؟ بامره هيقول الداخليه وقفوا كل ده. غلط اللي بتعملوه ده. مش طالع يخطب في الاتحاديه. ايه يعني معناته ده؟ هو له اخوان بس يبقى ملناش رئيس، بدل هو رئيس الاخوان بس يبقى كل الشعب ملهوش رئيس. وهننزل يوم الثلاث مليونية ان شاء الله. وبعد كده اللي هيجرى يجرى. العمر واحد والرب واحد. احنا لنا رب، مش لنا فرعون مرسي. لا، بقى هو لو جدع يرجع في قراراته دي، ما حدش هيزعل منه، هيتبسطوا، هيبقى ريح البلد. لكن كده مقطعها كذا جزء. ولا ايام هتلر، والله العظيم ما حصلتش ابدا عمرها. بس اللي مفتري عليه ربنا، واحنا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل. ومصر برضو هتقف على رجليها وهتنتصر ان شاء الله. وكل ام شهيد ما تغترش بالكلام ده وما تصدقش الكلام ده. الكلام ده بيضحك علينا من زمان. كان عمله اول شهر، مش كان يقدر؟ لكن ما قدرش يعمل حاجه. لكن انا اسفه ان هو رئيسنا. بقول له فوق لنفسك وارجع في قراراتك يا مرسي. ام خالد سعيد بتقول لك كده، فوق لنفسك وارجع في قرارك. القرار اللي انت لما ترجع فيه مش عيب، بس هتنقذ مصر كلها. وبقول لكل شاب وكل ست وكل زوج وكل بنت ما تخافش، كله ينزل، ما يخافوش من حاجه. اللي بيهجموا على البنات دولت عشان ما يطفشونا من المكان وما نجيش تاني. لا، هننزل وهنضرب اي واحد يلمسنا. اللي خايف على بلده بجد ينزل يوم الثلاث.
لان لو ما نزلناش وهم ركبونا مش هننفع، يبقى الثوره راحت خالص، وهنرجع بقى لايام زمان لما كان كل واحد يمشي جنب الحيط ويتضرب على قفاه يوطي ويقول حاضر حاضر حاضر. لا، احنا هنفضل نقول لا لا لا، زي ما خالد قال لا. احنا بنكمل مشوار خالد.